هحط الزيت على اللبن الساخن وهيبقى تحفه جدا. وتعالوا نشوف هنعمل ايه. هنسمي كده بالله ونصلي على الرسول. ولو عجبكم فكرتنا ما تنسوناش بلايك كتير وكومنت حلو منكم، بجد بيفرحني جدا. اول حاجه معانا ايه؟ طبعا الدقيق، كوبايتين من الدقيق هبدا ان انا انخلهم كويس جدا كده. حطيت اول كوبايه وبعد كده هبدا ان انا ايه اضيف تاني كوبايه. بس اهم حاجه زي ما بقول لكم ان احنا ننخل الدقيق بتاعنا. دي تاني كوبايه كده معايا هننخلها برضو. هبدا ان انا اضيف ايه تاني؟ معلقه من النشا هنا بتخليها تبقى ناجحه جدا. بجد النهارده الطريقه هتبقى جامده جدا، هتعجبكم قوي. وهنحط بقى كمان ايه هنا كمان ايه واحد من البيكنج باودر. وبعد كده هبدا بقى ان انا اقلب كل المكونات بتاعتنا ديت. وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. تمام كده هنسيبها بقى على جنب بعد ما قلبناها المكونات اللي هي الجافه. تعالوا بقى معانا كده ايه طبقين. وهبدا ان انا معايا ايه حبايتين من البيض، حبايتين كده من البيض زي ما انتم ما شايفين. بعد كده هبدا ان انا ايه كده تمام. البيض سليم. انا طبعا حطاه كده على طبقين لان ايه عايزه ساعات البيض ممكن يطلع معاكي بايظ، فنتفادى الحته ديت. ايلين بتسلم عليكم. لازم تطلع لكم على الرخامه دي صممت ان هي تلبس فستان عشان تطلع لكم تسلم عليكم. المهم هنا بقى ايه معانا الحبايتين من البيض زي ما انتم شايفين كده. وهبدأ بقى ان انا ايه احط كمان كوباية من السكر. هضيف بقى ايه واحدة من الفانيليا الاول. وبعد كده هحط كمان ايه كوباية من السكر كده. المقدار المظبوط بتاعها كوباية من السكر بيبقى طعمها حلو جدا وما تبقاش مسكرة زيادة، تبقى كده يعني كوباية من السكر حلوة جدا. بعد كده بقى ايه هبدأ ان انا هضربهم بقى كويس جدا. بس هحط بقى ايه معلقة من الخل هنا بقى ايه بيخليها برضو تبقى ناجحة جدا معاكي. معلقة كده من الخل. وبعد كده هبدأ بقى ان انا ايه اضربهم بقى ايه بالهاند بلندر او اي حاجة، حتى لو ايه مضرب سلك عادي اللي هو ايه يدوي. تبدأي ان انت تضربي بيه لغاية ما يديكي قوام كده. هوريكي دلوقتي معايا دلوقتي. طبعا كل ما تضربي البيض مع السكر بيدي نتيجة هايلة جدا. انا بقى هنا عايزة ان هو يبقى قوامه زي لون الابيض كده، لون الكريمي كده الابيض. بتبقى النتيجة بتبقى هايلة جدا وبتطلع ان انتم ما شايفين كده على الضرب المستمر بيدي نتيجة هايلة جدا. تمام كده بدأ ان هو ايه زي ما انتم شايفين يفتح كده ولونه يبقى عامل زي الابيض اللي هو الكريمي كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده. تمام قوي كده. بعد كده ايه هبدأ بقى ان انا احطه على الدقيق. هنبدأ ان احنا بقى ايه ننزله على الدقيق. وطبعا هنا ايه هقول لكم بقى هنحط طبعا لسه الزيت وهنحط طبعا اللبن. اول حاجه معايا كده بقى الدقيق. هبدا ان انا انزل بقى ايه الخليط بتاعنا اللي هو البيض بالسكر بالفانيليا. وبعد كده هنبدا ان احنا هنحط اخر حاجه اللبن والزيت. هقول لكم هنعمله ازاي. شايفين كده طبعا لونه عامل ازاي. انا عايزه لونه يبقى كده زي ما انتم شايفين كده، لون الابيض كده، لون الكريمي بيبقى يعني يدي نتيجه هايله جدا. طب هبدأ هنا بقى ان انا اقلب فيه. وطبعا القوام هنا هيبدأ ان هو يتقل معاكي زي ما انتم شايفين كده. بدأ ان هو يتقل معايا، ما تخافيش خالص تماما. هنحط بقى كمان هنقول لكم بقى على الزيت وعلى اللبن وهنعمله ازاي دلوقتي معاكم. وهيبقى حلو جدا وكمان قوام الكيكة هتبقى جميل جدا وهتبقى هشة جدا وهتبقى طعمها جميل جدا. هنقلب بقى كده كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. هيبدأ القوام يتقل زي ما قلنا لكم، هيبدأ القوام يتقل معانا وما تخافيش خالص تماما لما القوام يتقل. بعد كده هبدأ بقى ان انا اجيب بقى طاسة على النار. وهبدأ ان انا اضيف فيها كوباية من اللبن. هنا بقى ان انا لما اضيف اللبن طبعا ايه اول ما يبدأ اللبن يبدأ خلاص هيخش في درجة السخونية اللي هي درجة اللي هو هيسخن خلاص. ببدأ ان انا اطفي عليه خلاص تماما النار. وابدأ ان انا اضيف كوباية الا ربع كده من الزيت زي ما انتم شايفين كده بالظبط. هنقلبهم. بعد كده هبدأ ان انا اضيف على الدقيق بتاعنا.
تمام اوي كده. هبدأ بقى ان انا اخد الخليط بتاعنا كده، وهبدأ ان انا اضيفه على الدقيق. طبعا هنا لو احتاج معايا كوباية تاني من اللبن، هبدأ برضو ان انا اضيف شوية تاني من اللبن، لان الخليط دوت طبعا مش كفاية يعني للكوبايتين الدقيق. تمام كده. هبدأ بقى ان انا اقلب كويس جدا، وهضيف برضو شوية تاني من اللبن، وهبدأ ان انا اضيف كوباية اللبن التانية بالتدريج. يعني هضيف شوية وبعد كده ابدأ ان انا اضيف شوية. طبعا قوامه بيبدأ ان هو طبعا بيخف اهو زي ما انتم شايفين لما حطينا بقى اللبن. هقلب كويس بقى جدا، وتبقى على جهة واحدة، يعني منقلبش عكس ونرجع نقلب عكس الناحية التانية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نقلب بقى كويس جدا. بعد كده هبدأ ان انا اضيف شوية تاني من اللبن. طبعا اللبن برضو يبقى دافي برضو زي ما ضفناه دافي، نضيفه تاني برضو دافي. تمام كده. هقلب بقى كويس جدا كده. حطينا نص كوبايه، وهضيف كمان برضو بقيت برضو النص الكوبايه التانية، يعني كده خد معايا كوبايتين من اللبن. هنقلب بقى كويس جدا، وزي ما انتم شايفين عايزين القوام كده خفيف جدا. هوريكم دلوقتي معايا دلوقتي. ما تخافيش خالص من القوام اللي هو يبقى خفيف. قوام الكيكه لازم يبقى خفيف، ما يبقاش ان هو يبقى تقيل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طيب وكمان لازم ان احنا نبقى مشغلين الفرن يبقى ساخن جدا مسبقا قبل ما نحضر طبعا الكيكه بتاعتنا، عشان لازم ان احنا بندخل الكيكه بتاعتنا على درجه الحراره تبقى سخنه، درجه الفرن تبقى سخنه معانا. هنا بدات ان انا امسح مسحه كده من الزيت، معلقه كده من الزيت عشان خاطر الكيكه بتاعتنا. بعد كده برضو هبدر الصينيه بتاعتنا بمعلقه كده من الدقيق زي ما انتم شايفين كده بالظبط. بعد كده هبدأ ان انا بقى احط الخليط كده بتاعنا زي ما انتم شايفينه، هو ده قوامه. هبدأ ان انا انزل كده بالاسباتيلا، وبعد كده هبدأ بقى ان انا عشان بقى الكيكة تبقى مظبوطة معانا، هبدأ بقى ان انا اخبطها كده بقى خبطتين الصينية بتاعتنا، عشان خاطر لو فيها اي حاجة تطلع منها كده. بقلبها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، دي خبطتين كده بالظبط، بس عشان بس لو فيها اي هوا يطلع منها. تمام كده. وهبدأ بقى ان انا اروح واخداها وادخلها بقى الفرن. بعد كده هنشوفها معانا دلوقتي بعد ما طلعت معانا من الفرن. شايفين هشة جدا وقوامها عالي وحلوة جدا. قطعها كده بقى مع بعض. هي على فكرة انا سبتها شوية هديت حاجات بسيطة، يعني هي كانت طالعة اصلا كانت لسه برضو سخنة. طبعا مستعجلين عليها جدا، وكانت طعمها حلو جدا. شايفين عامله ازاي تحفه جدا. اتمنى تكون عجبتكم. متنسوناش في اللايك وكومنت